اسوأ تجربه اكل كبده وسجق في حياتي. ايه ده مسكر يا عم؟ ايه ده؟ حتى عليه عسل ده ولا ايه؟ طعم الكبده وحش قوي. السلام عليكم ورحمه الله. فيديو جديد من الافضل في مصر، والفيديو بتاع النهارده ماتش بين قطبين الكبده والسجق في مصر، قطبين بمعنى الكلمه، عز المنوفي وكبده الفلاح. وطبعا لو حابب تاكل كبده وسجق في اي مكان ما قدامكش غير كبده الفلاح وعز المنوفي، دولت اللي هتلاقيهم موجودين في كل مكان حواليك. تعالى النهارده نجرب مين هيكسب معانا التحدي من حيث الكواليتي ومن حيث السعر. هنبدا النهارده مع عز المنوفي. طبعا كلنا عارفين عز المنوفي من ايام عربيه الدقي، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله عليه ربنا فاتح عليه من واسع وفاتح فروع في كل حته. يلا بينا نشوف الطعم والكواليتي بالنسبه للسعر عامل ايه. يلا بينا. وهنا بقى عامل المحل كان بيحاول يراضينا عشان فضلنا قاعدين اكتر من نص ساعه مستنيين طاسه السجق تستوي، فاخدنا كوبايه السلطه دي هديه. واحلى حاجه في عز المنوفي ان اللومه بتاعته ماسكه نفسها وغرقانه سمسم. اما الكبده الصراحه السندوتش كان شكله حلو ومليان طحينه ومليان بقدونس، ونفس الكلام للسجق كان برده السندوتش مليان. السندوتش هنا كان ب 19 جنيه للواحد. يلا بينا ندوق ونحكم. بسم الله. طعم الفلفل زياده شويه، طبعا ده اللي بيميز عز المنوفي. بس الميزه هنا ان هو حاطط بقدونس وكميه طحينه كويسه، والكبده ما بتقرش، والملح بتاعه مظبوط. تعالى بقى ندوق السلطه قبل ما نجرب السجق عشان نغير طعم البق. الصراحه الخيار والطماطم كان طعمهم حلو جدا والحياء بتاعهم مظبوط على الاخر. ويلا بينا بقى نكمل على السجق. الصراحه عز المنوفي من المحلات القليله جدا اللي بتقدم السجق صحيح، ودي ميزه مش عيب. عموما هندوق ونعرف. يلا بينا. بسم الله. طعم السجق حلو قوي ومستوي، وطعم اللحمه باين فيه، بس برضو طعم البهارات باين فيه. بس المشكله معايا هنا ان مفيش صلصه كتير، مفيش قوطه. السجق الاسكندراني اللي بيميزه القوطه كتير والفلفل، هو هنا يعني الدنيا بسيطه جدا في القوطه والفلفل. وتاني محل النهارده معانا كبده الفلاح بتاع اسكندريه، اللي هو اصل الكبده الاسكندراني في مصر، وفروعه ما بقتش في مصر بس، ده وصل الامارات ومغرق الدنيا هناك. يلا بينا ندوق ونشوف ونحكم. هنا السندوتشين كانوا موجودين في طبق من الفل ومتغطي بالاسترتش، وطبعا اهم حاجه النص الليمونه بتاعت كبده الفلاح وقرن الفلفل، وطبعا متغرق معاه كتير قوي من المخلل. والسندوتش هنا كان ب 13 جنيه، بس الصراحه اللقمه كانت مهريه وشكل الكبده مش مبشر بالخير. ونفس الكلام للسجق، حاسس ان الموضوع مفروم اكتر من هو صحيح، بس طبعا اللي هيفرق معانا الطعم. عموما هندوق ونحكم. يلا بينا نبدا بالكبده برضو زي المره اللي فاتت. بسم الله. وهنا بقى بدات افكر مع نفسي وحسيت ان في حاجه غلط. اللي انا باكله ده مش كبده يا جماعه. الصراحه مش عارف ليه الكبده مسكره. يعني الفلفل المفروض بيديك حرقيه، الفلفل هنا مديني سكر اكن حاطط عسل نحل. وبعدين هو مش حاطط كبده، هو حاطط فرم كبده، وده الغريب بالنسبه لي. كبده الفلاح انا عارف ان هي شرايح كبده، يعني اول مره ادوق كبده بالطعم ده. الصراحه طعمها سيء جدا وتجربه مش حلوه. يعني الكبده شكلها وحش وطعمها وحش، طعمها مسكر، وده الغريب في الكبده. هنروح نجرب السجق ونشوف هل هيطلع بنفس الكبده ولا لا. وهو اصلا ما كانش بيقدم سجق، هو موضوع السجق ده عنده لسه جديد، ما كملش سنه او سنتين. فهل يا ترى بقى السجق هيقدمه بنفس المنتج بتاع الكبده ولا هيقدمه بشكل تاني مختلف؟ يلا بينا نروح وندوق. يعني بصوا الكبده عامله ازاي يا جماعه. بسم الله. انا دلوقتي عرفت هو حاطط مخلل ليه كتير عشان نغير طعم بقنا اللي كان هيبوظ. اسوأ تجربه اكل كبده وسجق في حياتي، ما اكلتهمش قبل كده في اي مكان. لا 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 لا، الموضوع سيء جدا. ما اعرفش ده عيب المحل ولا عيب الفرع دوت بالذات، يعني مش عارف يا جماعه بجد. الكبده الفلاح يعني مش ده الطبيعي بتاعه. انا عارف كبده الفلاح الكبده بتبقى شرايح، السجق طعمه صعب قوي. يعني انا اتفيت ما قدرتش ابلع اللقمه. لا عز المنوفي في حته ثانيه خالص. عز المنوفي اكتساح، مش هدي درجات طبعا. عز المنوفي في حته ثانيه وكبده الفلاح في حته ثانيه. ما اعرفش ده عيب الفرع دوت ولا هي الفروع كلها بقت كده. عموما سلام.